أسرع رجل في التاريخ كانت سرعته تفوق سرعة الحصان، وكان من أبرز قوات المشاة في زمنه. إنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. في غزوة ذي قرد كان سلمى ومعه غلام النبي رباح يتابعان ماشية الرسول ليلا، فإذا بفرقة من الفرسان تشن غارة خاطفة على الإبل. انتبه سلمى للأمر بسرعة، فطلب من رباح أن يأخذ الفرس الخاص بطلحة بن عبيد الله ليبلغ النبي، بينما بقي هو راجلا مستغلا مهاراته الأساسية في الركض والرماية لتحرير الإبل والماشية. بدأ يطاردهم ركضا ويرميهم بالنبال والسهام وهو يهتف: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ظل يلاحقهم بلا هوادة، يناور ويختبئ وراء الصخور ويرجمهم بالحجارة لمدة 4 ساعات متواصلة. كان إذا عطف أحدهم نحوه فر منه بسرعة، وإذا استدار راجعا تبعه خلفه وأمطره بالنبال. لم يتمكنوا من الإمساك به، فقد كانت سرعته لا تضاهى. وخلال المطاردة كان يوجه كل الماشية التي أفلتها المغيرون نحو المدينة، حتى لحق به النبي ومعه المدد، فاستعاد المسلمون إبلهم بفضل شجاعة وبراعة سلمة بن الأكوع